السلام عليكم البنات. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اروحوا اليوم نخدموا مع بعض وصفه تاع مسكوتشو ناجحه. هذه الوصفه انا نعتمدها منذ زمن، وخلوني نقول لكم باللي تجي اسفنجيه وتجي قطنيه. تقدروا ديروها في مناسباتكم وتقدروا تعتمدوها حتى كمشروع. اولا نصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وخلونا نقولوا بسم الله على بركه الله. عندنا 5 حبات نتاع البيض بدرجه حراره الغرفه، كيلان نتاع سكر يعني 150 غرام، كيلو قل ربع نتاع الزيت 100 مليلتر تاع الزيت ولا 100 غرام، وكيلو قل ربع نتاع ماء دافي يعني 100 مليلتر ولا 100 غرام. المليلتر والغرام كيف كيف. مبشور الليمون، زوج مغارف صغار تاع لافاني، وزوج باكي خميره كيميائيه، وشويه من الثالثه يعني ورشه. شوفوا انا البنات طريقتي لهنايا اني نطلع البيض ورشه تاع الملح والسكر ومبشور الليمون، نطلعهم كامل مع بعض بالباتر ولا بالبيترا، باه تحصلوا في الاخير اعلى مسكوتشو تجي اسفنجيه وتجي خفيفه، تجي كيما لي جينواز خفيفه وتنقسم وحدها. اللي ما عندهاش بيترا تخدم بالباتر مش مشكل، تقدروا حتى تستغنوا عن الباتر، ولكن باه الوصفه تجيكم اسفنجيه وتجيكم ناجحه انا دائما نطلع البيض مليح مع السكر حتى يضعف الخليط كما راكم تشوفوا يبيض. نبدا نضيف له في الزيت تدريجيا غير بشوي، هنا كنت مسرعه الفيديو، نضيفه غير بشوي، والماء ايضا نضيفوه تدريجيا. كي تخلط الزيت مليح، كي تكملوا مع الزيت زيدوا الماء على دفعات حتى للنهايه، هكا باه الخليط ما يطيح لكمش كامل، يجي يتضاعف معكم الكميه. من بعد بديت ندير في الفرينه اللي هنا كنت درت 3 مغارف، ونزيدو زوج باكي خميره ونص من هذه غير رشه خفيفه ماشي نص كامل، يعني اللي هنا ندير 4 مغارف تاع فرينه ركزوا ولا فاني، ونخلط بهذه الطريقه. نحاول ما نطيحوش كامل. هنا 5 مغارف 6 مغارف 7 مغارف، يعني درت لكم بالمغرف باه ما تغلطوش. 8 مغارف 9 مغارف. على راني ندير لكم بالمغرف لانه الخليط كيكون مضاعف ما تقدروش تعرفوا كميه الفرينه، فهمتوني؟ هنا 9 مغارف 10، ولكن ما همش بومبي، شفتوني البنات كيف راني نرفد عادي. هكذا زدت في الاخير مغرف 11. هكا كان الخليط في النهايه. شوفوا 11 مغرف حتى ل 12 مغرف تكفي لهذه الكميه. ولهنا جبت المول اللي كان عندي، ولكن المول كان شويه صغير، وايضا حتى الخليط نتاعي كان شغل تضاعف حتى المول طلعته بزاف. يعني يقدر يرفد لك 5 بيضة المول، ولكن كي استخدمت انا هذه الطريقه تاع نطلع البيضه مليح جاتني الخليط بزاف. على ديك نورمالمون يديكم غير 4، نتوما المره الجايه في مول كيما هذا صغير ديروا فيه 4 نتاع البيض. طيبتها من تحت مليح لواحد 20 دقيقه حتى طلعت لي، من بعد اشعلت لها من فوق حتى تحمرت ودرت فيها الموس وشفت باللي طابت. من بعد جبت هذا السوتاخ تاع الكرتون، راهم يديروا 5000 4000 حتى 6000، نورمالمون هكا يدير 3000 ولا 4000. بنحط عليه المسكوتشو نتاعنا وشتو شحال جات خفيفه. من بعد نجيب شوكولاته اختيني اي نوع عندكم ما يهمش. انا هنا برك الزبونه كانت طلبت مني، اي ما قلت لكمش البنات بلي هذه كانت كوموند نتاع وحده، كانت طلبت مني هذا التزيين ندلها شوكولاته اختيني من فوق وشويه نتاع لوز ايفيلي. خلوني نقول لكم بلي هذه الكميه تاع لوز ايفيلي راهي 8000، يعني كي تروحي تقولوا اعطيني حق 8000 يعطيك ديك الكميه. انا هذه الكميه تقدر تخدم لي 3 مرات ولا 4 مرات. وها هي لهنايا في النهايه كيف طابت. خلوني نقول لكم البنات بلي انا بعتها ب50 ألف، يعني سلعتها تقريبا نطيح واحد 25 ألف، ولا على الاقل تدو 25 ألف فايده و25 ألف سلعه. وانتم قولوا لي في الكومنتار شحال تبيعوها. خلوني نقول لكم بلي ما تبيعوهاش قل من 40 ألف، لانه ماكش راح تخرجي فيها مستحيل، وكل وحده على حسب المنطقه تاعهم وعلى حسب السلعه. اذا كنتي شاريه بالكونتيتي، واذا كنتي راح تخدمي كميه كبيره من هذول المسكوتشو، كي تخدمي وحده باينه بلي تدي فيها تبيعيها 50 ألف، بصح اذا خدمتي 4 5 معليش بيعيها لهم ب 40 حتى 45.
وهذه هي الوصفة تاع اليوم البنات. ما تنساونيش بجيم وكومونتير ودعوة خير والاشتراك في القناة وبارطاجوا لي الفيديو اذا بغيتوا ربي اذا بغيتوا زعما بارطاجوا لي الفيديو باه يوصل لكامل الناس. واي استفسار خلوه لي في التعليقات نبدا نجاوبكم. شوفوا شحال جاتنا خفيفه. الاولى كنت خدمتها للدار، وهذه الثانيه هذه هي اللي كانت رايحه كوموند للمراه. البنات واش نقول لكم، هذا ما كان في هذا الفيديو تاع اليوم. نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم، في امان الله.